اللقاء في دورته الحالية جاء ليعزز الأنشطة التي دأبت الرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات على تنظيمها منذ تأسيسها. أنشطة تشمل المجالات الاجتماعية والثقافية البيئية والتنموية، وهي تسعى في بعدها الدولي إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع نظيراتها العربية والدولية. هذا اللقاء ينعقد كل 3 سنوات، وهو لقاء للتواصل وتنسيق العمل ودراسة ما المستجدات التي يمكن أن يقوم بها رواد الكشافة في الميدان، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأدبي. وما اختيارنا لشعار الطاقة المتجددة إلا دليل على مشاركتنا فيما يهم القضايا الدولية والقضايا التي تمس الإنسان والأرض والطبيعة. برنامج اللقاء سيتضمن تنظيم مجموعة من الورشات والعروض التي سينكب من خلالها المشاركون على مناقشة موضوع الطاقات المتجددة وقضايا البيئة وغيرها من المواضيع الراهنة في المنطقة المتوسطية. هي فرصة سعيدة يتقابل فيها رواد الكشافة والمرشدات من ضفتي البحر الأبيض المتوسط للتعارف واللقاء وتنسيق العمل فيما بينهم. وفي كل هذه المؤتمرات يعني المغاربة والعرب يكسبون إن شاء الله دائما أشياء يعني لصالح المنطقة والإقليم بصفة عامة. وبعقد دورته 15 يكون الملتقى قد أرسى لبنة أخرى من أجل الإبقاء على الفكرة الكشفية حية في النفوس من خلال توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين روادها على المستويات الوطنية، المغاربية، العربية والدولية.